استفادت أزيد من 40 عائلة ببلدية سوق الخميس بالبويرة من تسليم مفاتيح شققهم. مرحلة الإسكان التي تدخل في إطار توزيع السكن العمومي الإيجاري سكنات أدخلت الفرحة والبهجة على المستفيدين. العملية تمت بحضور السلطات المحلية والأمنية والوكالة العقارية لولاية البويرة. سكنات من شأنها إنهاء معاناة المواطنين لعشرة السنين انتظارا لهذا الحلم. الحمد لله ورانا فرحانين كاع، تشوف الناس راه كاع فرحانه وكثر خير الدوله وكثر خير الرئيس تاعنا. فرحان اليوم راه طلت علينا ليله القدر تقول لي فرحان. راه الناس كاينين اللي راهم ميتين كانوا تحت الارض ماشي فوق الارض. تحيه بتقول لك زين السلطات المحلية التي تسعى للقضاء على مشكل السكن بالبلدية بتوزيع أزيد من 140 مسكنا سنة 2014 بالتوازي مع حصص البناء الريفي التي فاقت حصته 2500 وحدة سكنية. واليوم الحمد لله نحن بصدد تسليم مفاتيح للمستفيدين، وكما ترون يعني العملية جرت في جو يعني عادي ملؤه الفرحة الحمد لله والبهجة لتسود العائلات المستفيدة. وهذا البرنامج 40 سكن يدخل في إطار البرنامج الدبلوماسي 2010-2014 تم توزيع 140 سكن بالإضافة الرابعين تكون عندنا حوالي 180 سكن توزعت خلال السنتين الأخيرتين، بالإضافة إلى برنامج قيد الإنجاز بحوالي 130 وحدة سكنية في إطار السكن العمومي الإيجاري. وفي انتظار استكمال مشاريع أزيد من 130 مسكنا ببلدية سوق الخميس، تبقى البلدية تعاني نقصا فادحا في الوعاء العقاري الذي عطل العديد من المشاريع بذات البلدية.